صباحكم بالخير ونهاركم زين الناس الكل. كل من يتبع فيا مرحبا بيه. اليوم مش نطيبوا مع بعضنا عصبان. هذا العصبان اللي اني شاركتكم فيه وريتكم كيفاش تعمل العصبان. حاسيلو باش نطيبوا شوربه لسان عصفور بالعصبان، ونورينا طنجرتنا مش نحطوا فيها العصبانات، كعبات العصبان هذوما نقبها كيكه من الفوق شويه كيما تراو كيكه، مش نطيبوها عربي عنها كل في الماء. نقبها هيك باش يدخلوا لها كل الصوص. هذا باش نطيبها. باهي ناخذوا رويس بصل مش كبير كيما تراو كيكه، نقسموه على 4 باش نصبوا طول الماء كيما تراو كيكه. نحطوا غرفه طماطم كيما هكا، غرفه وشويه. نحطوا فلفل الاحمر كل في الماء الكل. ناخذوا شيشه ملح، فلفل اكحل، ونحركوا كل ما بعضه. خذينا كويس زيت مش برشا، مش نحطوه الكل. علاش؟ خاطر العصبان فيه هيك الردي هيك الغلاف هذاك من الفوق الابيض، هيك الردي هذاك يبدا مشحم شويه، يسيب وحده الزيت. وطنجرتنا على القاع. ناخذ شكارة الشوربه، خذيت كيلو شوربه كيفي، مش نطيب برشا. خذينا كويس زيت كيما تراو باش نبليها بالزيت كيس، مش نحركها مليح لين تولي كي تولي مبلوله بك الزيت هذاك، باش كي تفورها ما تلصقش في بعضها. ومش نحطها عاك السقاء تاع العصبان كيما نقولها، نحطها على الطنجره. نجيبو كسكاسنا، نحطو الشوربه في الكسكاس. تراو كيكه حطينا الكسكاس على الطنجره عاك السقاء هذاك. باش تعمل الطفيره الاولى باش نحطو كعبات الحمص، ونحطو القشات البطاطا. عندنا قرينات فلفل تبلناهم بالملح حتى وبعد كي نقليوهم وحدهم ونرميهم في الطفيره الاولى. حطيناها كملناها. تو باش نعملوا الطفيره الثانيه. خذينا تشيشه ملح مش برشا باش ما تبداش الباط نتاع الشوربه تبداش مسوسه، دونك نحطوا لها شويه ملح. وناخذوا كاس الماء، كاس قدن هذا، ونصبوه على الشوربه ونخلطوه يشرب شويه، ونعاودوا نعملوا الطفيره الثانيه كالعاده. باهي كملنا الطفيره الثانيه الا بليناها بكاس ماء. تو باش نبلوا الشوربه نتاعنا بالسقاء تاعها، معناها بالمرق كيما تراو كيك. ومش نحركها كالعاده كيك ونخليها تشرب شويه، وبعد كي نعملوا لها الطفيره الاخرانيه. معناها عملناها مره اولى كيما نقولوا بليناها بالزيت وحطيناها، عملنا الطفيره الاولى بالطبيعه، وبعد كي بلينا نحيناها من الكسكاس وعاودنا فورناها الطفيره الثانيه، حطيناها كاس ماء. وتو هذه الطفيره الثالثه عملناها بالسقاء كيما تراو كيكه بالمرق نتاعها كسكاس. تو باش نحطوا كالعاده ونحطها الكل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. كان عجبكم المحتوى هذايا وعجبتكم الوصفه هذه، شوربه لسان عصفور بالدواره، جربها ما تندموش. اعملوا لي لايك واكتبوا لي تعليق مزيان كيفكم، وربي يخليكم ليا، وان شاء الله في دباره جديده. وتو نقولكم باي باي وربي معاكم.